هتكلم على واحد واحد لوحده. انا خدني الفضول وقلت اخش على ترانسفير ماركت واشوف ارقام محمد شريف في السعوديه على مدار سنتين اللي راحهم قبل ما يجي النادي الاهلي، واشوف ايه اللي شافوا او رآه مسؤولين النادي الاهلي يخليهم يجيبوا محمد شريف. فاستعرض معايا بقى يا صديقي. محمد شريف كان بيلعب في السعوديه على مدار سنتين في النادي الخليجي السعودي. اجمالي دقائق مشاركه محمد شريف على مدار السنتين 2912 دقيقه. خلاص؟ بعدد ماتشات كلي 55 ماتش. خلاص؟ ودول يعادلوا 32 ماتش. تمام؟ سجل كام جون راس الحربه بتاع الخليج السعودي الراجل العظيم بتاعهم محمد شريف؟ 9 تجوان في سنتين. دي ارقام باك رايت يا عم، دي ارقام باك ليفت يا صاحبي، مش نص ملعب حتى ولا وينج. 9 تجوان في سنتين في معدل ماتشات 32 ماتش، مشارك في 60% بس من ماتشات الفريق على مدار سنتين. طب انتوا رأيتوا ايه يا جماعه؟ رأيتوا ايه مميز فيه عشان يرجع من السعوديه على النادي الاهلي؟ طب هو كان هيرجع على الزمالك، يعني سمعنا الزمالك بفوضى، يا عم كنت سيبته للزمالك. هو انا عشان ما اوديش اللعيب ده للزمالك او اسيبه للزمالك او بيراميدز او او سيراميكا او زد فاخده عندي تكمله عدد؟ انا محسوب عليا ليه يا جماعه مهاجم؟ الراجل واضح ان هو مش عايز يرجع نفسه. يعني محمد شريف النسخه اللي انت ممكن تكون فاكرها في 21 هي ما بقتش موجوده، هي دي الحقيقه. فهل دي ارقام واحد على مدار سنتين تخليني اجيبه اقول ان اصل ده بديل وسام ابو علي او رقم 2 في مركز المهاجم؟